كويسه كده، هي بالنسبه لك كده كويسه، سمكها كويس. انت حسيتي نفسك ان خفيفه معاكي او اللبن طلع زياده معاكي، ممكن معلقه نشا صغيره، بس معلقه ميه دوبيها وارميها عليها وهي تربطها لك شويه. لقيتي مظبوط ما تعمليش حاجه، يعني انا كده معايا مظبوطه تمام، اللبن مظبوط معايا كده. هنعمل ايه كده؟ هنقفل عليها، نقدمها لكم بقى في الاطباق ونحط عليها مكسرات وهنوريها لكم تبقى عامله ازاي. وبعد ما خلصنا خالص الشعريه باللبن بصي، وقدمناها لكم في الاطباق وحطينا عليها المكسرات بتاعتنا اللي هي جوز الهند على الزبيب. بصي شكلها بصي جميل جدا ويفتح النفس، وبجد بجد لو عملتيها مش هتبطلي يعني ايه انك تعمليها، وهتعمليها على طول وهتعجبك. وحاجه بصي موجوده في البيت عندك، الشعريه طبعا موجوده، اللهم صل على النبي، والسكر واللبن، او لو مش موجود هتجيبيه. وحاجه بسيطه وسهله، وطبعا دي اكله محبوبه جدا جدا في الشتاء. عايزه تاكليها سخنه تاكليها في الشتاء، عايزه تاكليها بارده في الصيف لما تبرد معاكي، وان شاء الله هتعجبك. وبالهنا